السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي، هتكون وصفتنا ايه النهاردة على الغدا؟ ان شاء الله هنعمل كشري اسكندراني. عبارة عن ايه كشري؟ احنا عملنا مع بعض طبعا الكشري المصري، هنعمل مع بعض النهاردة كشري اسكندراني. معانا أول حاجة في وصفتنا النهاردة عدس أصفر اهوت يا جماعة، غسلناه وصفيناه اهوت. ومعانا يعني كوباية عدس وكوباية رز، يبقى الرز والعدس قد بعض. معانا حلة على النار اهيت فيها معلقة سمنة على معلقة زيت. هنبدأ ننزل بالرز والعدس ونشوحهم تشويحة كده ان شاء الله مع بعض. نزلنا يا حبايبي بالعدس والرز اهو زي ما احنا شايفين اهو. هنبدأ نشوحهم كده ان شاء الله مع بعض اهو. حطينا طبعا مية اهيت هتغلي معانا عشان نزود بيها الكشري بتاعنا. زودنا يا حبايبي الكشري بتاعنا اهو. المية تكون كده يا دوب نغطيه، وطبعا ظبطنا الملح بتاعه ونحط عليه كده ان شاء الله اهو يغلي بس معانا. ومعانا حلة على النار اهي فيها معلقة زيت. معانا بصلاية هنحمرها بس كده مع بعض. ونبدأ نتبلها. حبة كمون، حبة فلفل، كزبرة كده على بهارات. نشوحهم كده ان شاء الله اهو مع بعض اهو. الكشري خلاص يا حبايبي اهو دخل في السوا. معانا بصلاية حمرناها مع بعض اهي. هنبدأ ننزل بيها على وش الكشري كده. بتطعم الكشري معانا بتديه طعم مريحة اهو. طبعا مهدين النار 5 دقايق كده ان شاء الله وهنطفي عليه. حطينا حلة على النار فمعلقة زيت. هنبدأ نعمل الدقة اهي الصلصة بتاعته. نشوح التومة كده اهي. ننزل طبعا بالخل اهو. وبعد كده ريحة جبارة يا جماعة. بعد كده الصلصة اهو. هيبدأ يغلي معانا كده ان شاء الله وهنرجع لكم تاني. الكشري معانا يا جماعة اهو. حبة مخلل كده اهو كده خلاص كده. الصلصة معانا اهي ما شاء الله اهي. قوام بقى اهي. هنبدأ نغرف كده. وطبعا هنحط على الكشري بتاعنا برضو اهو.
اللي عايز طبعا بيلخبط قدامه. كده يا جماعة اهو. ايه رأيكم في وصفتنا النهاردة؟ كانت بسيطة، غدانا النهاردة بسيط يا جماعة زي ما احنا شايفين، يعني وصفة بسيطة وسريعة كده. اولادنا جايين من المدارس عايزين غدا سريع زي ما احنا شايفين اهوت. ايه رأيكم يا حبايبي في الفيديو بتاعنا النهاردة؟ وايه رأيكم في غدانا النهاردة؟ وما تنسوناش في اللايك والاشتراك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.